السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هكلمكم في موضوع مهم جدا، ازاي ترد على الشخص بعد ما تعمل له الخدعة لما يقول لك ايه ده عملتها ازاي؟ جاهزين؟ يلا بينا. اول حاجة بس انا عايز اقول لك ان الناس هنا في مصر بالذات بيبصوا للموضوع اللي هو يا انت فعلا دجال ومشعوذ ومسخر جن بقى وكلام من ده، يا اما انت نصاب وبتضحك علينا. مفيش حد او نسبة قليلة قوي من الناس اللي تلاقيها عارفة ان انت بتقدم فن او بتقدم حاجة معتمدة على علم النفس ولغة الجسد وخفة اليد وهكذا، فهم بيبصوا لها للاسف بطريقة مش كويسة. فانت برضو لازم تكون حاطط ده في الاعتبار. بس موضوعنا النهاردة بقى هو الرد بعد ما انت دخلت على الناس سلمت عليهم ايا كان وعملت الروتين بتاعك. ايه هو الروتين؟ يعني ايه روتين؟ يعني مثلا انا روتين من الروتينز اللي ببدأ بيها هي ان انا بخلي شخص يطلع الآلة الحاسبة بتاعته، ولو هم 2 أو 3 أو حتى 5 بخليهم كلهم يفتحوا الآلات الحاسبة بتاعتهم. وأنا برضو كذلك بطلب من واحد يقول رقم مثلا 25، بكتب 25 وكلهم بيكتبوا 25 زائد قول انت كمان رقم كام، 98 زائد كام، 216 561 وانا مثلا بكتب برضو شوية ارقام عشوائية ونضغط يساوي. طبعا الارقام كلها بتبقى متشابهه، الناتج عندي زي الناتج عند الاول زي الناتج عند التاني زي الناتج عند التالت زي الناتج عند الرابع، وبيطلع مثلا في الاخر توقع معايا في جيبي للناتج اللي ظهر على الآلة الحاسبة عندنا كلنا. فطبعا الناس بتبقى اللي هو ايه ده انت عملت ايه، ولا وبجد قول لي انت عملت ايه او ايه السر. هي بتيجي كده. هو ده الرد بتاعي. طبعا انت مهما الشخص يكلمك ويقولك انت ما بتكشفش اسرار، انت بتفهمه ان اللي انت بتعمله ده في يد مثلا سايكولوجي، علم نفس زي ما انا قلت، لغة جسد، خداع بصري، يعني حاجة انت شايفها مثلا من زاوية بس هي من زاوية تانية حاجة تانية. بس طبعا انا مش هديك هنت عن اللي انا بعمله لان انا كده ببقى كشفت لك سرها. وطبعا ان انا اكشف سر الخدعة مش هيبقى ليها قيمة بعد كده، ومش هتشوف الرياكشنز اللي انت بتتمناها بعد كده للناس اللي انت كشفت لهم الخدعة. فحافظ على اسرارك، متطلعش حاجة بره، وافتكر ان في دايما جملة بتقول Great magicians never reveals the secrets، يعني السحرة الشاطرين عمرهم ما بيكشفوا اسرار شغلهم لحد. فتاني هديك مثال اسهل، اذا انت عملت ازاي الكلام ده او عملت الخدعة دي ازاي، انا بكل بساطة برد هي بتيجي كده، موهبة فن، بعتمد فيها على كذا حاجة بس مش هقدر اديك يعني هنتات، الموضوع سر بزيادة علشان افضل محافظ على الرياكشنات اللي انا عايز اشوفها. هو ده الريزلت، هو ده الهدف من الخدعة، ان انا اشوف الرياكشن بتاعك، اشوفك مبهور. هو ده ببساطة اللي انا بعمله. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وبرضه ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وفيسبوك. ولو انت مهتم بالمجال ده كويس وعايز تتعلم خدعه احترافيه هسيب لك تحت في الديسكريبشن لينك الويب سايت بتاعي فيه كورسات وخدع احترافيه. لو انت اشتريت اكتر من خدعه او من كورس هتاخد ديسكاونت على الاوردر بتاعك. وبس كده، شكرا ليكم، استنوني في الفيديوهات الجايه وسلام.